لما لقى الوزراء بيغيبوا عن اجتماعاتهم الرسمية بسبب انهم بيلفوا في جولات مع حرم رئيس الجمهورية، لدرجة ان اجتماع مجلس الوزراء تقريبا بقى يتعمل من غير حضور الوزراء، قرر يتصل فورا بسوزان مبارك علشان يسألها سؤالين: هو احنا يا فندم نلغي اجتماع الوزراء اللي بيتعمل كل اسبوع ولا نأجله؟ ولا تحب نقلل عدد الوزراء اللي بيصاحبوكي في جولاتك؟ فترد عليه سوزان مبارك وهي متضايقة وتقول له: خلاص مش عايزة حد معايا. الحاجات دي كلها ما كانتش جديدة على الدكتور الجنزوري، وده اللي كان مخليهم يركزوا معاه بزيادة عن اللزوم أكتر من غيره، وخصوصا الحاشية اللي حوالين الرئيس ومسؤولين تانيين في البلد. حتى الوزراء نفسهم اللي موجودين في الحكومة بتاعته كانوا بيقفوا له على الواحدة، فيروحوا بسرعة يبلغوا مبارك على اللي بيحصل ويقولوا له: الجنزوري بيشتغل ضد سياسات الحزب الوطني وضدك انت شخصيا يا ريس. ده غير كمان انه بيمنع الوزراء انهم يروحوا في اي حتة مع حرم سيادتك، وبيقول انها مش واحدة من الحكومة عشان تاخدهم معاها في كل مكان. ومن هنا بدأت العلاقة تتوتر بينه وبين الرئيس مبارك، لحد ما جت اللحظة اللي بلغوا فيها انه هيبعت له حد علشان ياخد منه استقالة الوزارة بمنتهى الهدوء. فيستغرب الجنزوري ويقول له: هو ده تعديل ولا تغيير يا ريس؟ فيرد عليه مبارك ويقول له: ده تغيير وزاري يا كمال. وفعلا يسيب الوزارة وياخد مكافأة نهاية الخدمة اللي ما بتكملش 15,000 جنيه، والمعاش اللي ما بيكملش 2000 جنيه. مش بس كده، ده كمان بيتمنع نهائيا انه يقعد في اي مكان تبع الحكومة. ولما سأل اللواء عمر سليمان قبل ما يمشي: هو انا ليه بيحصل معايا كل ده؟ قال له: لان في ناس من اللي حواليك اقنعوا الرئيس مبارك انك بتشتغل بدماغك ومش عايز تسمع كلامه، وكأن الرئيس بقى ند ليك. ده ما كانش الموقف الأول للدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر مع حد من عائلة الرئيس مبارك. سبق كمان وعمل مع جمال مبارك موقف لما كان الجنزوري بيترأس اجتماع مهم جدا بحضور شخصيات دولية، واتفاجئ وقتها بمدير التنظيم جايب له قائمة بترتيب الأسماء، ودي كانت حاجة أول مرة تحصل. ولما ركز اكتشف ان اسم جمال مبارك موجود في القائمة دي علشان يقعد جنب رئيس الوزراء في الاجتماع، وده كان عكس البروتوكول المتعارف عليه دايما. لكن الجنزوري رفض يعمل كده، وعلى حظ جمال في ترتيب الأسماء الصحيح مكانه كان في آخر القاعة تقريبا بعد ما كان هيقعد جنب رئيس الوزراء، وبسبب كده الموضوع ما يعديش بالساهل، ويرفض جمال انه يحضر اي اجتماع للحكومة إلا مرة واحدة بس، كانت بطلب شخصي واستئذان من الرئيس مبارك لكمال الجنزوري، وكمال وافق إن جمال يحضر الاجتماع. مش بس كده، ده كمان وافق إنه يحضر الاجتماع بس كمستمع من وسط الحضور، مش مشارك بالحوار. بس هو بالنسبة له كان شايف إن قراراته لازم تكون من دماغه، والمهم عنده إن الناس بتحبه وبيعمل اللي عليه وبيعمل اللي يرضي ضميره وبس. وبسبب كده كان كل شوية بيكسب بونت جديد عند الرئيس وعند الناس كلها، وهو ده اللي كان مخليه عارف ان في حاجات بيعملها مش هتعجب كبار كتير في البلد، وهيخليهم يشوهوا صورته دايما. وفعلا شوية ويلاقي استجواب متقدم ضده في مجلس الشعب، فيكلم مبارك بسرعة علشان يفهم منه الموضوع. فمبارك يطمنه ويقول له: ما تخافش من اي حاجة، انا هكلم فتحي سرور رئيس المجلس وهخلص الموضوع، بس انت خد بالك كويس جدا لان في ناس حواليك مركزة معاك وهتعمل لك مشاكل. وساعتها بدل ما يجيب ورا بسبب اللي بيحصل معاه، خد قرارات أشد ضد الكبار اللي قاموا عليه أكتر، سواء من جوه المجلس أو من بره المجلس. لأنه مثلا قلل عدد النواب اللي بيطلعوا الحج كل سنة على حساب الدولة، ولغى التأشيرات المجانية بتاعتهم، وشال عنهم امتيازات كتير، وبقى زيهم تقريبا زي عامة الشعب، واتعرف وقتها بوزير المعارض أو وزير الفقراء. لكن يشاء ربنا بعد ثورة يناير 2011 يكلفوا المجلس العسكري بتشكيل الحكومة ويديله كل الصلاحيات وكأنه رئيس الجمهورية، وبعد فترة من الرفض والقبول في الشارع المصري لحكومة الجنزوري يقدم استقالته ويختفي عن المشهد بمنتهى الهدوء. أغلب الحدوتة دي ذكرها الدكتور كمال الجنزوري في كتاب مذكراته بعنوان طريقي، اللي بتثبت لك فعلا إن السياسة ملهاش أمان، وأي حد داخل فيها فاكر نفسه مسنود ومخلد فيها طول حياته محتاج إنه يراجع نفسه، لأن بالعقل كده وببساطة شديدة كمال الجنزوري راح، وكل اللي اتأمروا ضده برضه راحوا.